السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، كي راكم دايرين؟ غاية إن شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير بصحة وعافية إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بإذن الله جبت لكم الوصفة تاع البوراك بالكفتة تاع الدجاج. يجي هذيك الكفتة تجي طرية ما تجيش قاصحة وتجي ما شاء الله بنينة روعة. راكم رايحين تشوفوا معايا الوصفة بالكامل. قبل هذا خواتاتي لا تنسونيش بالبارطاج تاع الفيديو ما بين الاحباب والاصدقاء العائله باش تعمل فايده، وما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير اللي يدعم القناه فضلا منكم وليس امرا، واللي دخلوا معنا جدد نقول لكم مرحبا بكم معنا في القناه. يلا نبداو مع بعض. كما راكم تشوفوا هنايا في المقله راني دايره ابتي فو، غادي ندير غير شويه تاع الزيت، ما نكثروش الزيت باش ما تجيش ميدمه. نديرو حسابنا بلي غادي البوراك نقلوه. وهنايا البصل ماذا بكم تكثروا، انا هنا درت حبه ونص تاع بصل في قياس واحد 30 ميل هكا تاع كفته تاع الدجاج. فوالا دروك هذا البصل غادي نخليه يتقلى فيه خاطر خاطره. فوالا نديرو الملح نملحو باش هذاك البصل تاعنا يذوب. هذا مكان الاولى ملحت باش البصل يذوب، دروك غادي نغطي عليه ونخلي حتى هذاك البصل يطيح ويتكراميليزا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما طاح هذاك البصل وتكراميليزا يعطي جو شباب للكفته سورتو تاع الدجاج، يعطيها جو روعه. درك غادي نجيب الكفته تاعي كيما قلت لكم انا هنا قيس 30 ميل تاع كفته تاع الدجاج، ونديرو دروك نعطرو الطبق تاعنا، نديرو الكركب شويه تاع الكركب شويه تاع السكنجبير، مهم العطور الرئيسيه وشويه تاع الحرور. والاضافه هنايا درت الكيري تاع الدجاج، وين ما يكون الدجاج ندير انا هذا الكيري ما نستغناش عليه، يعطيه جو روعه. ونخلطوا هذه الكفته تاعنا غايه ونغطوا عليها ونعاودوا نخلوها تاني طيب. هذاك الماء اللي يهود يساعدها باش تنحل وتتفتت كاع ما تقعدش هكا كوتل. فوالا شوفوا هنايا بعد ما طابت هنايا سي بون راهي طايبه. فوالا هي مهم ساعه ساعه حركوا باش ما تلصق لكمش. ودروك غادي ندير زوج حبات تاع البيض. هذا هو السر تاع الطراوه تاع البوراك باش يجينا طري ويجينا بنين. هو البيض كي نديروا البيض يخلي هذيك الكفته تاعنا تقعد طريه، سورتو تاع الدجاج تجي روعة. أنا الصراحة كنت نهيب البوراك بالكفتة تاع الدجاج، بصح نهار اللي درته روعة. فوالا هنا سي بون حركوا غير تحريكة خفيفة وطفوا عليها، غادي طيب غير بديك الصهدة تاع الكفتة. فوالا ودروك تزدنا شوية تاع المعدنوس ونديروها على جنب ونخلوها تبرد. فوالا وهنا قبل ما نديروها على جنب ونخلوها تبرد، بون جبت كسكاس ودرت تحته طبسي كيما راكم تشوفوا، وهذيك الكفته غادي نحطها في هذا الكسكاس تقطر. فوالا ما نديروها نخلوهاش ديريكتومون نفرصوا بها الديول باش ما يتقطع لناش الورقه تاع الديول. الوغ اللي غنفرصوها دوك تشوفوا هذاك كاع دوك السوائل غادي يهودوا. فوالا شوفوا هذه غير بسم الله مازال غادي يزيد يهود. انا غادي هنا دروك غادي نخليه يبرد، غادي نديره دو كوتي ونخليه ولا على جنب ونخليه يبرد. من يبرد غادي نبدا نفرصي البوراك تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا. وهنايا ها ولاد بون الديول تاعنا احنا ما كانش عائله جزائريه ما ديرش البوراك. فوالا ها راكم شفتوا شحال هود هذاك لاصوص. وهنا عاد نسحقوا الفرماج. انا دي سي بون راني بديت نوجد فيه. انا كيما في رمضان هذا نوجده الصباح هكا نغلفه ونوجده ونخدم نعمر قيس من غير لا كونتيتي اللي نستحقها اللي ناكلوها. سينو الاخر غادي هذاك الكفته اللي راهي باقيه غادي نديرها في دون زين بواط ونديرها في الفريجيدار، وكل يوم ندير قد قسم ما نستحق. كيما انا هذه 30 ميل دير لي 3 فوا ا بوبري. وهنايا تاني الفرماج تبغوا تخلطوه ديريكتومون مع الكفته وتخدموا تفرصوا ديريكت، سينو ديروا كيما أنا الكفتة وحدها والفرماج وحده. فوالا وتبغوا ديروا هكا دي سيجار ولا تبغوا ديروا سامسا، أنا جينيرالمون نديرها هكا دي سيجار. هذه المرحلة ما كانش اللي ما يعرفهاش.
فوالا ونديروا الكميه اللي نستحقوها. كيما قلت لكم المهم هذيك الكفته قطروها في الكسكاس، لاخاطرش الا درتوها ديريكتومون في كيما راهي ما قطرتوهاش وحطيتوها هنايا، كيما انا درك كيما هذا قلت لكم درتها الصباح لا، غادي الحشيه كي نجي نقليه غادي نلقاه كاع مشمخ ومندي، غادي كاع الورقه تتقطع عليه. الوغ يليق توجور هذا سورتو بون تاع الكفته تاع الغنمي ما تتقطرش، تاع الدجاج لازم نقطروه. بصح إن شاء الله تسيوه وتعطوني رايكم فيه، على بالي بلي بزاف سياوه ويعجبهم. فوالا ها ولا هنا بعد ما كملتها كيما راكم تشوفوا، أنا كيما في هذه المرحلة أنا نورمالمون نقدا نغطيه، ومن بعدها عادة نقليه، نغطيه مع الحشية كاع كي يقرب وقت الأذان المغرب نبدا نقلي فيه. فوالا هنايا نقلوه على نار على الزيت، بون ما تكتروش الزيت باش ما يجيكمش ميدم بزاف، وكي ديروا تقلوه ماشي تقلوه ديريكتومون على نار قاوية، ديروه على نار متوسطة، وكيما شفتوني نايا ما نديرلهش الفرينة، هذيك الجهة نحطها هي تحت وندرك عليها، كي تنقلها صاي تلصق وحدها، بلا ما ديروا ديك الفرينة تقعد تطرطق لكم في الزيت وكلش. فوالا هنايا بعد ما يتقلى مهم كي تقلوه قلوه غاية، ما تقلوه تصهدوه وما تقلوه تخلوه هكا بيض، قلوه دوغي شباب. فوالا وهايله النتيجة كيما راكم تشوفوا، شوفوا والله العظيم لا يجي روعة. هذا البورك تاع الكفتة تاع الدجاج يجي ما شاء الله، صراحة أنا ما كنتش كنت نهيبة، بصح نهار اللي دارتها أختي قدامي وذقته جا روعة، من تما وليت نديره ولا يعجبني تاع الدجاج خير من تاع الكفتة تاع الغنمي. فوالا إن شاء الله تسيو، حطيت لكم هذا الفيديو باش ما نغبرش عليكم. فوالا شوفوا كي يجي من الداخل يجي طري ويجي روعة، يجي ما شاء الله. واللي بغات تستفسر على أي حاجة تخلي لي في الكومنتير، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى مع فيديو آخر. سلام.